واخيرا بعد الاسئله الكتير اللي سالتها عن اسئله الانترفيو كول سنتر انجلش، دلوقتي الفيديو بقى جاهز. اعمل ايه ما علينا. ملحوظه بسيطه، الفيديو طويل شويتين، فيا تجيب فشار يا تريح ظهرك شويه. وقبل ما نبدا خليني اقول لك ان الاسئله دي بتتسال في معظم الشركات، وفي كمان 3 اسئله تريكي شويه ممكن تجيب نسبه 50-50، ونتمنى ان هم ما يجوش يعني، بس على الاقل نبقى عاملين حسابنا يعني. who knows. اول سؤال، could you please introduce yourself to me, which is ده سؤال عادي جدا، واللي هو هتعرف نفسك. اسمك، سنك، دراستك، خبرتك، تعمل ايه في وقتك الفاضي. والرد على السؤال حاليا هيكون من ناحيتي انا. فعلى سبيل المثال good morning, my name is Abdullah, I'm 25 years old, I have graduated from Faculty of Arts, Geography Department. I have worked with too many companies starting from 2021 until 2023, which is almost 2 years in the call center field. I also have experience when it comes to the computer with Excel, PowerPoint, and etc. I spend my free time reading books, watching movies, listening to music. I also willing to learn new languages. وده كده بالنسبة لأول سؤال. ما فيهوش حاجة صح؟ أظن يعني. السؤال الثاني، why do you want to join our company؟ عايز تيجي الشركة عندنا ليه؟ ردا على السؤال ده هتقول له ان الشركه بتاعتكم معروفه في الماركت في الوقت الحالي، وانا كنت متحمس جدا ان انضم لها، وعلى قد ما انا هكون اضافه كويسه للشركه اتمنى كمان الشركه تضيف لي. هترد على الكلام ده ازاي بالانجلش؟ يلا بينا. بس ملحوظه قبل ما اقول لك الاجابه، خلي عندك خلفيه عن الاسئله والاجابات، عشان حتى لا قدر الله لما تتزنق في سؤال تعرف ترتجل على الاقل. You want to borrow my car? Well, it's a well-known company, and I was very excited to join it. Hopefully that I can add more to it as much as it will add more to me. وتسكت. السؤال الثالث، What do you know about customer service؟ تعرف ايه عن خدمة العملاء؟ إجابة السؤال ده هتتراوح ما بين إن خدمة العملاء هي من أهم العوامل التي لا غنى عنها، وقد تكون تمثل العمود الفقري للشركة، فأنت هتجاوب وتقول له إن أنت كاستمر سيرفيس تساعد على حل المشكلات للعملاء، ولو احنا شركه ماركتنج او بنبيع وفي مبيعات فاحنا بنرد على الاسئله لو حد عنده استفسار بالبرودكت اللي احنا بنبيعه او بنعمل له ماركتنج. هتقول الكلام ده ازاي بالانجلش؟ يلا نقول. Customer service is the most important thing in the company. It is like the backbone. We can get rid of it. Besides, we will be helping the customer to resolve their problem. Or if we are selling products or something, we will be able to answer the customers' inquiries. السؤال الرابع، لو كلمك عميل متعصب، if an angry customer called you, how do you handle him؟ انت هتقول ان انت هتسمع له كويس، هتقول له ان مفيش حاجه تستدعي ان انت تتعصب، انا هنا لحل مشكلتك، ومشكلتك هتتحل في خلال المكالمه دي باذن الله. يبقى هتقول listen to him carefully, trying to let him to feel comfortable, and to tell him there is nothing needs you to be angry. I'm here to help you and we will fix your problem while we are speaking on the phone. السؤال الخامس، ايه هي المهارات اللي من وجهة نظرك المفروض تكون عند ممثل خدمة العملاء؟ What are the skills that the customer service representative should have؟ هتقول له ان يكون بيسمع كويس اكتر ما يتكلم، يكون عنده communication skills، يكون عنده القدرة ان هو يهندل ويكون دايما هادي ويساعد في حل المشكلات. هنقول كالآتي: strong communication, listening more than talking, the ability to fix the problem and work under pressure, وطبعا empathy and positive attitude. السؤال اللي بعده، وبكده نكون خلصنا معظم الأسئلة اللي بتتسأل في الانترفيو الانجليش، بس ستيل معانا لسه 3 أسئلة بيبقوا tricky questions شوية، فعلى حسب الاتشار ممكن يسألهم لك وممكن لا، فزي ما قلنا عشان نبقى عاملين حسابنا يلا بينا نعرف هم 3 أسئلة دول. على سبيل المثال لو الاكونت اللي انت رايح عليه سيلز، ممكن يسألك could you sell me that device؟ ممكن تبيع لي الجهاز ده او البرودكت ده. ردك باختصار هيكون ان انت هتعرفه بيانات عن الديفايس ده، وهتسلط الضوء على المميزات اللي ممكن يكون الجهاز ده بيقدمها وليه هو احسن من غيره. هنقول لهم الكلام ده ازاي بالانجلش؟ I would tell you more about that device and why should you buy this
device instead of other one, and I will tell you all the benefits when it comes to that device, which make أكاد من فرط الجمال 2,000 years later. السؤال اللي بعده عندك if you have a superpower what would it be and why. لو انت عندك قوة خارقة هتبقى ايه وليه؟ على سبيل المثال هترد تقول له I would say speed, because if I am fast enough I will get over of too many tasks in less than a minute. يعني لو انا سريع هقدر اخلص تاسكات كتير جدا في اقل من دقيقة. Me? Are you talking to me? You talking to me? You talking to me? واخر سؤال معانا وهو if you have the ability to travel with time, would you travel to the past or would you travel to the future and why? يعني لو عندك القدرة ان انت تسافر بالزمن للماضي او للمستقبل هتسافر للماضي ولا للمستقبل وليه؟ The past. Why? عشان انا عملت غلطات كتير وعايز اصلحها. I would say the past because I had done too many mistakes, which is I want to put things right. وبس كده، ده كان كل اللي عندي في اسئله الانترفيو الانجليش. اظن ان انت بعد الفيديو ده هتكون مؤهل ان انت ترد على اصعب انترفيو ممكن يواجهك في حياتك. اهم حاجه ما تتوترش ما تتوترش ما تتوترش، لان التوتر هيضيع كل اللي في دماغك. فانت خليك واثق من نفسك، ما تتوترش والدنيا هتبقى تمام وهتعمل باست للانترفيو من غير اي مشاكل. وفي النهايه يا ساده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي فولو وتستنوا فيديوهات كتير جايه في السكه عن كل حاجه، عشان انا مش هتكلم في الانجليش بس. وبس كده، السلام عليكم.